السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يعني الأكلة النهاردة كده غريبة شوية بس هتعجبكم يعني. وانا حطيت بضاية فلفل اسود وهنحط عليها معلقة صلصة. طبعا دي طماطم متسبكة انا اللي عاملاها، طماطم عادية من اللي احنا بنسبكها عشان نطبخ بيها. اهي يا جماعة طماطم اهي انا خدت منها. طبعا انا حطيت فلفل زي الشكشوكة كده. فاجئوا بقى دلوقتي هنعمل ايه؟ اختراع ياكل. نوطي النار شوية ونجيب قرن الفلفل الجميل اللذيذ ده، نضف بس قرن الفلفل. قرن شطة يا رب بس ما يطلعش حامي عشان ما بنحبهاش حامية قوي. خلاص كده كفاية. نقلب تقليبة المفاجأة بطاطس مهروسة، عايزة اقول لكم بقى يخني عجب على رأي عادل امام، يخني عجب عجب يعني. نجيب بقى الهراسة بتاعتنا اللذيذة والجميلة، شوفوا بس واجيلكم اجيبها لكم نهرس بيها. لازم نهرس البطاطس كده يا جماعه. طبعا احنا الهراسه هي اكتر حاجه تهرس البطاطس كويس. خلاص ادي اتهرست اهي. ثواني بس. عايزه اقول لكم بقى يعني مش عايزه اقول لكم الريحه عامله ازاي بجد. الريحه رهيبه. احنا هنعمل حاجات دلوقتي جامده جدا، استنوا بس عليا. نعلي النار شويه. هوريكم بقى التاتشات. الحركات والتكات والتاتشات والحاجات والمحتاجات. هنجيب بقى حته الشطه اللي فضلت عشان طبعا ما تترميش، حرام احنا قلنا ما نرميش. هو خلص اهو معانا. عايزه اقول لكم ريحته شكله مشطشط. ابقوا معانا.
بصوا بقى، انا عندي الجبنه الموتزاريلا دي تمام، هحط منها على الوش لما اجي اغرف الاكل. وعندي شويه الميكس دول، دي ميكس، فانا هحط الميكس ده عليها. نقلب تقليبه ونحط شويه الباقيين، نقلب تقليبه ونحط الباقي عشان الجبنه تدخل فين؟ جوه في قلب البطاطس والبيض. خلي بالكم انا حطيت بيضايه واحده. يلا باقي الكيس بقى نفضيه. عايزه اقول لكم هتدوقوا طعم انتوا ما دقتوش قبل كده، طعم خطير خطير بجد. انتوا عارفين ان الجبنه الميكس او الجبنه الموتزاريلا لما بتتحط على الاكل بتبقى جامده جدا. انا طبعا مش هعمل مونتاج للفيديو، انا قررت ان انا انزل لكم الفيديو كده بصوتي زي ما هو كده. تمام. هي كده تعتبر خلصت. نطفي النار ونغرف بقى في الطبق اللذيذ بتاعنا. هي كده كده هتدخل لسه الميكروويف عشان الجبنه اللي جوه لو انتوا حاطين في دماغكم ان هي لسه ما مسحتش يعني. هوريكم الجمدان دلوقتي، انتوا تقدروا تاكلوها حاف بقى كمان، مش بعيش. بس كده ثواني. يلا بينا بينا اهيت تالي كده باينه قدامكم. عايزه اقول لكم جامده جموده بجد، جامده جمدان، مش عايزه اقول لكم. شفتوا الدبدوب بتاعي اللي فوق الجميل ده؟ بحبه قوي الدبدوب ده. استنوا بقى عشان انا طبعا مطلعه الجبنه من الفريزر، ف بحاول. دي بقى جبنه موتزاريلا ماشي. وانتوا عارفين بقى الجبنه الموتزاريلا بتبقى عامله ازاي، طعمها وحلاوتها وجمالها بقى. بس كده خلصنا الطبق الشاهي بتاعنا الجميل. ثواني بقى ندخله الميكروويف ونشوفه ما يطلع. انا ما عملتش فاصل خالص على فكره خالص، ومش هعمل فواصل لان الفيديو مش كبير اصلا. ثواني بس انا اجي كده. اهو يا جماعه طبق البطاطس بالبيض بالفلفل بالصلصه. استنوا نسيت اعمل حركه كنت هعملها. استنوا حركه كده عامله زي الشطه، زي الصلصه، قصدي بالصلصه ولا ايه، زي الشطه. بصوا عايزه اقول لكم الحركه بتاعت الصلصه دي جامده جموده، كانها زي الكاتشب كده. عايزه اقول لكم تحفه.
يا ويلي من على المنظر، يا ويلي. بصوا جمدان جمدان جمدان. استنوا بقى اما ندخلها لها الفرن عشان تسيح خالص. انا طبعا واقفه بعيد عشان الكاميرا. مش هعرف اعدي انا قدام الكاميرا. طب اجيب لكم الدبدوب دوت لحد ما البتاعه دي تعمل. الدبدوب الجميل ده اللي انا بحبه ده، قربوا عليه على بال ما اخرط الطماطم ديت. يعني هو المفروض ان يبقى فيه مع الاكل مخلل وحاجات طماطم بقى وانا بحب طبعا اشطب الحوض اول باول، انتوا عارفين الحوض المفروض يتشطب اول باول. مفيش مطبخك الاكل بيستوي واقفه بتعملي ايه؟ اغسلي على طول المواعين، ما تخليش الحوض بتاعك يبقى فيه اي مواعين وسخه. ما تخليش طبق او كوبايه تبقى مش نظيفه. انت هتلاقي نفسيتك مرتاحه. انا واحده من الناس لما المطبخ عندي بيبقى نظيف ببقى بص بيهيئني نفسيا كده ان انا ببقى بص زي الفل، بيديني طاقه وباور كده، حاجات ايجابيه. اوريكم برده بعد ما اخلص الحوض اهوت عشان اعرفكم ان انا مش بضحك عليكم كلام ورا الكاميرا ولا قدام الكاميرا وخلاص، لا انا فعلا بغسل الحاجات اللي بتوسخت مني وانا بعمل الاكل. في ناس هتقول لي ما حطيتيش مثلا طماطم ليه عليها؟ عشان انا حاطه صلصه، فمش عايزين بقى حمو الحرقان اللي هو بتاع الصدر ده. الحاجات دي بتزود يعني، بتعمل حرقان للناس اللي هي بتتعب وبتيجي تاكل اكله تقيله بالليل او اكله فيها صلصه يعني. فاحنا حطيت معلقه الصلصه اللي انا وريتها لكم، اللي هي اللي انا مسبكاها. كنت عامله منها المكرونه على فكره وكانت فايضه معايا. حطيتها في التلاجه. ما ترميش حاجه عندك، ما ترميش اي اكل عندك. ما دام الاكل كويس وانت حاطاه في التلاجه متاكده منه انه تمام، ترميهوش حرام. هتيجي عليكي ايام هتلاقي نفسك مش عارفه تاكليه. يلا لا 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 لا. نشوف كده. واو واو، شايفين يا جماعه؟ شايفين الجمال بجد؟ جمدان جمدان. والله العظيم يا جماعه جمدان بجد. نجرب بقى وندوق وانتوا معانا كده. بصوا الجبنه، بصوا الجبنه بتمط ازاي. شايفين الجبنه بتمط ازاي؟ واو، اقسم بعز جلاله الله تحفه تحفه، وهم والله العظيم وهم. انت لو عملتيها لجوزك وعيالك مش هيخلوكوا تعمليها في البيت بجد والله العظيم. يا رب يكون الفيديو بتاعي عجبكم، ولما تجربوا الوصفه قولوا لي عجبتكم ولا لا، لان الحاجات دي بتبقى اذواق، في حد بيعجبه طعمه وفي حد لا، بس انا متاكده انها هتعجبكم قوي قوي قوي، لان طعمها جامد بجد، طعمها حلو قوي، مش حاجه اي هبل كده وخلاص، لا طعمها حلو قوي قوي قوي. يا رب يكون الفيديو بتاعي عجبكم. ما تنسوش يا جماعه تدعموني بلايك واشتراك في القناه وشير عشان يوصلكم مني كل جديد، وحاولوا تساعدوني انكم تشيروا الفيديوهات بتاعتي عشان الناس تدخل وتشترك في القناه. متشكره جدا ليكم ولدعمكم ليا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.